شدد بادو الزاكي مدرب منتخب النيجر على أن فريقه لن يسافر إلى وجدة من أجل النزهة أو السياحة، بل سيخوض المباراة أمام المنتخب المغربي بعزيمة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية. وأكد الزاكي في تصريح صحفي أن المواجهة ستكون صعبة نظراً للفارق الكبير في الإمكانيات بين المنتخبين سواء من حيث مستوى اللاعبين أو القدرات الفنية. ورغم ذلك أعرب عن ثقته في لاعبيه، مشيراً إلى أن منتخب النيجر سيبذل كل ما في وسعه لمفاجأة أسود الأطلس والخروج بنتيجة مشرفة. بادو الزاكي المدرب السابق للمنتخب المغربي والمدرب الحالي لمنتخب النيجر يستضيف المنتخب المغربي هنا بالمغرب بوجدة يوم الجمعة 21 مارس، وعينه على الانتصار لا غير. بادو الزاكي قال بأنه يعرف كيف يحد من خطورة المنتخب المغربي، وطريقته أصبحت واضحة، مكشوفة ومدروسة من طرف المنافسين، وهذا ما سنسعى لتحقيقه. أكد في أكثر من مناسبة بأنه يملك مفاتيح الفوز في مباراته القادمة أمام المغرب. للتذكير، بادو الزاكي يملك في رصيده 6 نقط من 3 مباريات، ويأتي خلف المنتخب المغربي الذي يملك 9 نقط من 3 مباريات. ويعتبر بادو الزاكي أيقونة كرة القدم المغربية، له مسيرة حافلة بالإنجازات داخل المغرب وخارجه، ويعد الزاكي من أبرز الشخصيات في تاريخ كرة القدم المغربية، سواء كلاعب تألق في حماية شباك الوداد الرياضي والمنتخب الوطني أو كمدرب للعديد من الفرق الوطنية والإفريقية، كما قاد المنتخب الوطني كمدرب للوصول إلى نهائي كأس إفريقيا 2004 في نسخة لا زالت محفورة في عقول الجماهير المغربية. حصل أيضاً كلاعب على جائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني موسم من 1986 إلى 1987. وخلال مسيرته مع مايوركا ساعد الفريق في الوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1991، ليصبح من أساطير النادي الإسباني الذي كرمه لاحقاً تقديراً لما قدمه للفريق. وكان اسم بادو الزاكي متواجداً في إنجاز غير مسبوق في التقرير الذي أعلنه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم IFFHS بدخوله قائمة أفضل حراس المرمى في العالم على مر التاريخ.